عايشه، بما انك اكتر حد هنا خبره في السيلز، كنا عايزين نعرف منك ايه الحاجه اللي تخلي العميل يضل معاكي مش مع حد تاني؟ اللي يخلي العميل يضل الديل معايا مش مع حد تاني. بص يا دنيا، اول حاجه ان انا اسمع العميل كويس جدا، يعني اسيبه يتكلم براحته ويقول كل اللي هو عايزه او كل استفساراته وانا ارد في الاخر. تاني حاجه اعرف واركز على اول سؤال ساله او على النيد بتاعه ايه. تالت حاجه اوفر له احتياجه ده بناء على النيد اللي انا ركزت فيه في الاول. رابع حاجه ان انا اخلي بالي ان العميل ده بالنسبه لي ما يحسش ان هو مجرد بيعه او مجرد رقم انا شايفاه رقم هيدخل لي، لا خالص. احسس ان العميل ان انا عايزه اوفر له الخدمه بتاعته، مش عايزه ابيع له وخلاص. تمام. حاجه مهمه جدا بقى بالنسبه لي انا ماشيه بيها ككونسبت في دماغي، ان العميل ده لو حب التعامل معاكي وظبطتي علاقتك بيه مدى الحياه قبل البيعه وبعد البيعه وخلال البيعه، تمام، هتحسي ان العميل ده هو بيرجع لك في اي حاجه. لو في ريكومنديشن او في اي حاجه هيبتدي يرجعه لك انت. ركزي دايما على ان العميل بتاعك قاعده عملاء. بس كده. تمام، شكرا.